في ليلة حزينة عاشتها جماهير اتحاد جدة السعودي. الأهلي المصري يقصي اتحاد جدة من كأس العالم للأندية ويتأهل إلى دور نصف النهائي. الأهلي المصري بثلاثية ابتدأها حسين الشحات، كهربا، وإمام عاشور، ثم يعود بنزيما في نهاية اللقاء بعد طرد موديست ليحرز هدف حفظ ماء الوجه. كرة القدم ما زالت تعطينا درسا من دروسها، وهو من يحترم الخصم كرة القدم تحترمه. جماهير الاتحاد ولاعبي الاتحاد لم تحترم الأهلي المصري، فكان العقاب على ملعبه وسط جماهيره. هزيمة قاسية للاتحاد، ولكن درس في الحسبان. لا بد أن تحترم الخصم حتى تحترمك كرة القدم. الأهلي المصري يتأهل على حساب اتحاد جدة السعودي. جماهير الاتحاد في صدمة بعد الهزيمة التي كانت تمني النفس بفوز سهل إلى والصعود إلى قبل النهائي. نجوم العالم فشلوا في اختراق دفاع الأهلي وإحراز مزيد من الأهداف. لا نتحدث عن قيمة تسويقية، فهناك بنزيما وكانتي وفابينيو. وكرة القدم لا تعترف بالأسماء، لا تعترف ببنزيما، لا تعترف بكانتي، لا تعترف بفابينيو، لا تعترف بجوتا. تعترف بالأداء والإخلاص داخل الملعب. من يتعب يلاقي. جماهير الاتحاد عليها أن تتعلم الدرس. لابد وأن تحترم الخصم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان مهما بلغت قوته.